مش هنسكت على الظلم، واي نادي هيتعرض لظلم هتكلم. الكره بتاعت الزمالك والداخليه اوف سايد رسمي، ومن قبل ما اكون انا راجل مدرب الاسماعيلي احنا بندافع عن حقوق الانديه كلها، وحضراتكم شاهدين هنا يا جماعه اهو. بص اهو اقف، الكره دي اوف سايد. كلاتنبرج ده جه لقى ان في حكام مش فت، وفي حكام مش قادره ان هي تواكب وتمشي مع السرعه بتاعت الجيم والتيمبو بتاعت الجيم، فحطهم على جنب وهم بيشتكوا ان هم ما بيلعبوش. النهارده لما تيجي تديهم ماتشات ما يصفوش حسابات مع كلاتنبرج بكل بساطه. يا جماعه بعد اذنكم ملف التحكيم لازم يتحل، انا متاكد. والنهارده كان عندي حديث مع المسؤولين في رابطه الانديه، لان هم اللي مسؤولين عننا، هم اللي بياخدوا لنا حقوقنا. احنا النهارده اشتكينا لهم، قلنا لهم الكلام ده مش موجود في الكوره، لو حاجه فيها شك ماشي نتحمل، انما تبقى الدنيا كده واضحه كده زي الشمس ومفيش رد فعل. لا، احنا بنعرف ناخد حقنا كلنا، بنعرف هنستنى الحكام على اول الشارع ناخد حقنا عشان اتخنقنا. فاقف ورا فريق ومتحملين جامايكا والقرف اللي معمول من هنا ومن هنا، متحملين القرف ده. هتقول لي ما فيش جامايكا؟ عبد الحميد حسن قال لك في جامايكا، لما العيال عنده تعارض قال لك ما احنا لازم نصدق برضه، ما احنا مسلمين وفي القران جه السحر في القران، ما تمام. لكن احنا بقى لما احنا كفار قريش، لا ما فيش سحر عندنا، كفار قريش. هو في ايه؟ فعباس انت وعصابتك وهاني شكري والاشكال دي، وانت قال بتاع صفوت عبد الحليم اللي ثبتوا في قتله وموته، ارحمونا بقى، ارحمونا. جمهور الزمالك اقف ورا فريق. النهارده هيتذاع الفيديو بعد ده على طول بتاع اخويا محمد مساعد. اما بقدر يا جدعان انا قاعد كده خلاص. هيسمعوا دلوقتي محمد مساعد بيقول لك اللي واقف معانا الوحيد مرتضى منصور نادي الزمالك. انا كلمتي واحده، مروان لو طلع هيطلع نادي الزمالك، وفجاه يروح دي الاهلي عارف لو ده بيراميدز مش هنزعل، ده مودي النادي المنافس. اصل الخطيب جه لي البيت واتغدينا وعائليا اصحاب بعض. طب وشعب اسكندريه الجميل المحترم ده اللي بيتفرج عليا وعليك، بيتفرج عليا وانا بديك اللي انت عايزه، وبيتفرج عليك وانت بتحرمني من اللي انا كنت عايزه. المفروض كده. مش عارف يعني انت اللي انت عايزه اديتهوله واللي هو عايزه ما اداهولكش، ده مش عارف، مش فاهمها.